كريمه هانم لو سمحت. لو فكر يتعرض لي تاني هيبقى اخر يوم في حياته. لو قربت لواحده من البنات تاني هقتلك. حب ايه يا اخويا انت بتتكلم عنه؟ انت مقتنعه بالكلام ده؟ بس انا مش متصور ان سامي يتصرف تصرف زي ده. النجمة تبقي في النيابة وتجيبي معاكي المحامي. ما تقلقش عليا قوي كده يا فكرة، لحسن احبك زيادة. والله يا كريم عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك. كل سنه وانتم طيبين. لا انت كده بتهزر. لا مش بهزر، بقول لك ايه، احنا هنتجوز اول ما تفكي الجبس، ولا رجعتي في كلامك؟ ما انا تحت امرك يا حبيبي في كل اللي انت عايزه. بجد يا سنوتي؟ طبعا يا حبيبي بجد. ايه يا قمر ده؟ هو في كده؟ اقول سبحان الله، ربنا له حكمه في كده. فضلت تلف حواليه عشان تخطفه مني. عارف يا بابا ان كل اللي مضايقني في الموضوع ده ايه؟ ان انت اللي موافق يا بابا. انا ما وافقتش على حاجه. بابا ما تضحكش علينا، واكيد كان هيقول لنا في الوقت المناسب. لو بتحبيني يا بنتي بلاش الجوازه دي. جوازك من الدكتور عادل هيدي ليلى. معقول يا بابا الراجل الوحيد اللي انا حبيته انت توافق ان هو يتجوز اختي؟ انا عارفه انك انسانه عنيده جدا، لكن ما كنتش اتخيل انك تبقي عنيده على صحتك. عزت ممكن يعمل اكتر من كده، ده انسان في منتهى القذاره. حرام عليك يا بنت، ده راجل لسه لغايه دلوقتي على ذمه القضيه. انا ما عنديش مانع ابدا اروح فيك اليومين من تاني. سامعه؟ متجوز بنات الناس عشان تعذبهم؟ ايش شغل البلطجه ده؟ انت ايش